السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الروتري فايلز. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن المانيوال فايلز، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن تشوفوه الاول وبعدين تبقوا تشوفوا الفيديو ده. وفي كمان فيديو كنت عامله عن الروتري ديفايس ممكن تشوفوه برضه، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة عايزين نعرف الفايل ديزاين والكومبوننت. ايه هي مكونات الفايل ده؟ الفايل اولا بيتكون من 55% نيكل و45% تيتانيوم، عشان كده بنقول عليه نايتاي او نيكل تيتانيوم فايل. عايزين بقى نعرف المكونات بتاعه الفايل. اول حاجه في المكونات هي الكاتنج ايدج. الكاتنج ايدج ده الجزء اللي بيقطع في الروت دنتين، يعني الكاتنج ايدج ده الجزء الرفيع اللي بيقطع من الفايل، تمام اهو زي ما واضح عندنا في الصوره كده. تاني حاجه عندنا وهي الفلوت. الفلوت دي ما بين كل اتنين كاتنج ايدج بيبقى في عندي جروف كده، الجروف ده بيبقى مسؤول عن تجميع التيشوز والدنتين شيبس، بس بقول عليه الفلوتس، تمام. عندنا بقى تالت حاجه اسمها الراديال لاند. الراديال لاند دي عباره عن كاتنج ايدج، بس مش ايدج بقى، لا دي بقى المره دي بقت لاند، بقت مساحه كبيره، تمام، فبنقول عليها لاند، راديال لاند. A smooth cutting surface between the flutes of the file. It makes the file more centralized in the canal. بتخلي الفايل متسنتر في الكنال، يعني ما تخليهوش بقى لا يروح لا يمين ولا شمال. البيتش، ايه البيتش دي بقى؟ مش البيتش اللي هي اللي في دماغكم، لا البيتش دي عباره عن الديستانس ما بين تو كاتنج ايدج، تمام، اللي هم تو كاتنج ايدج كورسبوندينج تو ايتش اذر، يعني ما بين كل اتنين كاتنج ايدج المسافه اللي بينهم دي بقول عليها بيتش، تمام. معانا كمان الهيليكال انجل. الهيليكال انجل دي عباره عن الانجل ما بين الكاتنج ايدج واللونج اكسس اوف ذا فايل. يعني عندنا الفايل اهو اللونج اكسس بتاعه، الكاتنج ايدج عامل معاه زاويه، عامل زاويه مع اللونج اكسس اوف ذا فايل، دي بنسميها الهيليكال انجل. اخر حاجه معانا وهي الراك انجل. الراك انجل دي عباره عن الانجل ما بين الكاتنج ايدج والراديوس اوف ذا فايل. عندنا لو الانجل دي اوبتيوز بنقول عليها بوزيتيف او كاتنج، لو الانجل دي اكيوت بنقول عليها نيجاتيف او سكرابنج. لو اوبتيوز هتقطع في الدنتين فنقول عليها كاتنج، انما لو اكيوت مش هتقطع، هتبقى نيجاتيف زي في الصوره كده، فنقول عليها سكرابنج. نخش بقى على الخصائص المهمه بتاعه النايتاي فايل او الروتري فايل. عندنا خاصيتين مهمين جدا في الروتري فايل بيفرقوا لي ما بين الروتري فايل والستانلس ستيل فايل، خاصيتين مش موجودين في الستانلس ستيل فايل، اكسكلوسيف عند الروتري فايل. ايه هما بقى الخاصيتين دول؟ الخاصيتين دول هما الشيب ميموري والسوبر الاستيستي. الشيب ميموري دي عباره عن قدره الفايل ان هو يستعيد شكله بعد ما يحصل له ديفورميشن لما نسخنه. يعني انا الفايل عندي اهو في حالته في روم تمبريتشر، تمام، انا عملت له ديفورميشن، الفايل لو عرضت الحراره هيقوم راجع لشكله الطبيعي تاني، وهو حتى لما احاول ان انا اعمل له ديفورميشن هو بيرجع لشكله الطبيعي، لان نتيجه ان جواه شيب ميموري، اصلا شيب ميموري جوه الفايل. السوبر الاستيستي دي قدره الفايل ان هو يستعيد شكله نتيجه ان هو سوبر الاستيك وفليكسبل، فانا اتنين يقوم راجع تاني فرد نفسه تاني. عندنا 3 ستيجز مهمين قوي في اي روتري فايل، وهي الاوستنايت والمارتن سايت والار فيز. الاوستنايت دي بتبقى هي حاله الفايل في الروم تمبريتشر، تمام، انا ببرده بقى او بعمل له ديفورميشن يتحول لمارتن سايت. في الانتقال من الاوستنايت للمارتن سايت في مرحله انتقاليه اسمها ار فيز، تمام. طيب دلوقتي انا لو سخنت يعني هو عملت الفايل ديفورميشن اهو، لو انا سخنته هيقوم راجع تاني من التحول من المارتن سايت اللي هي في حاله الديفورميشن لحاله الاوستنايت، تمام. ده فيديو كده بيوضح لنا الحوار الشيب ميموري، هنشوفه مع بعض. دلوقتي الفايلات اهي فيها بريك، فيها كيرفتشر اهي، انا حطيت عليها ميه سخنه، الفايل اتفرد من نفسه تلقاء نفسه، تمام، هو في جواه شيب ميموري، تمام، فهو يعني مجرد ما حصل له ديفورميشن عرضته الحراره هو هيتفرد وهيرجع تاني لوضعه الاصلي. طيب نخش على البروبرتيز اللي بعد كده، وهي الكنترولد ميموري. الكنترولد ميموري مختلف عن الشيب ميموري. الكنترولد ميموري ما عندوش شيب ميموري لان هو عنده زياده في الفلكسبيليتي، تمام. فانا لو الفايل عندي اهو لو قمت انا حملت له ديفورميشن، الديفورميشن ده هيفضل محتفظ بيه، محتفظ بالديفورميشن، مش هيرجع لوضعه الاصلي تاني، تمام. يعني هو في الحاله دي كنترولد انا بتحكم في مش عايزه يرجع لوضعه الاصلي، انا عايز لما يدخل جوه كيرفت كانال ياخد شكل الكانال، تمام، ياخد شكل الكانال، فبحس ان انا ايه اقدر اعمل لها كليننج وشيبنج من غير ما الفايل يعمل ترانسبورتيشن او ليدج او اي حاجه من المشاكل اللي بنشوفها في الاندو دي، تمام. دي الكنترولد ميموري. عندنا اكزامبل للكنترولد ميموري زي الهاي فليكس سي ام والبرو تيبر جولد، تمام. الفيديو الجاي هيوضح لنا الفرق بين الريجولار نايتاي فايل والهاي فليكس سي ام او الكنترول ميموري فايل عامه. شوفوا ده بيتنى لغايه قد ايه.
النورمال روتري فايل هيدخل في الكنال، هيعمل لي هيحاول يرجع لشكله الاصلي، فهيعمل لي ممكن يسبب لي ترانسبورتيشن او ليدج او اي مشاكل من مشاكل الاندو دي، تمام. لكن لما ادخل بقى الهاي فليكس سي ام فايل هياخد شكل الكنال، هياخد الكيرفيتشر بتاعت الكنال بالظبط، فمش هيتعبني في ان انا ايه هيحصل ترانسبورتيشن او يحصل زيبنج او ليدجنج او برفوريشن. الكنترول ميموري عملت له ديفورميشن، فضل على شكله على وضعه اللي هو كان عليه، تمام. دي الكنترول ميموري. طيب نخش للنقطه اللي بعد كده بقى، وهي اكزامبلز على الروتري فايل سيستم. طبعا في الماركت فايلات بالهبل، بس احنا هناخد مجموعه من الفايلات دلوقتي نتكلم عنهم، وكل حاجه فيها حاجه بتميزها هنتكلم عليها، وهنعرف دلوقتي ازاي ان احنا ايه نتعامل مع كل نوع من دول، تمام. عندها البروتيبر يونيفرسال، وعندها فورتكس بلو، فانتا اي اف بلو، بروتيبر جولد، ويف 1، ريسيبروك، بروتيبر نيكست، ريفو اس فايلز، اكس بي اندو شيبر، اكس بي اندو فينيشر. عندنا انواع كتير. طيب هناخد كل واحد من دول ونتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجه البروتيبر يونيفرسال. البروتيبر يونيفرسال ده من شركه دنتس بلاي سيرونا، تمام. هو نازل يعني بخاصيه ان هو ايه low variable taper along the file length characterized by having variable tapers along the file length. يعني كل كام ملي كده تلاقي التيبر اتغير، تمام. طيب بنقسمه لشيبنج فايلز وفينيشنج فايلز. الشيبنج فايلز دي مسؤوله عن الكورونال والميدل ثيرد اوف ذا كانال، والفينيشنج فايل مسؤوله عن الابيكال ثيرد اوف ذا كانال، بالترتيب ده كده: اس اكس، اس 1، اس 2، اف 1، اف 2، اف 3. الاس اكس ده اللي هو عباره عن الاوريفيس اوبنر، بنقول عليه اس اكس، تمام. بيوصل لي الاوريفيس بحيث ان انا ايه اقدر اخش في الفايلات اللي بعد كده، تمام. اس 1 ده مسؤول عن الكورونال ثيرد اوف ذا كانال، اس 2 مسؤول عن الميدل ثيرد اوف ذا كانال، الاف 1 والاف 2 والاف 3 مسؤول عن الابيكال ثيرد اوف ذا كانال. طيب ده فيديو كده هيوضح النقطه دي. اول حاجه انا الفايل ده فيه فلكسبيليتي عاليه، له كاتنج افشنسي عاليه، بيقلل لي عدد المرات اللي بحتاجها عشان اعمل ريكابيتوليشن، ما بحتاجش ادخل بفايل 10 كل شويه، تمام. دي من مميزات الفايل. عندنا كمان ان هو بقسم الكانالز البورشنز، الكورونال لوحده والميدل لوحده والابيكال لوحده، فبيديني مقاومه للتورشنال لودز والفاتيج والتيبر لوك، تمام. نخش بقى على الفايلات اللي بعد كده، وهي الفورتكس بلو والفانتا اي اف بلو، اللي هي عباره عن كنترولد ميموري سي ام بلو، تمام. They are files characterized by increased flexibility and fatigue resistance. يعني فيها flexibility عاليه ومقاومه للفاتيج، للقيمه للسايكليك لودنج. Flexibility is inversely proportional to stiffness, so the file is not very stiff because of the high flexibility. يعني عندي الفلكسبيليتي تتناسب عكسيا مع الستيفنس، يعني كل ما الفلكسبيليتي زادت كل ما الستيفنس بتاع الفايل ما بقاش ستيف زي الاول، تمام. نيجي للفايلات اللي بعد كده، وهي ويف 1 وريسيبروك. ريسيبروك كده من الاسم كده تتوقع ان هو يكون بيشتغل ازاي؟ برافو عليكم، هيكون بيشتغل بريسيبروكيتنج موشن، تمام. الريسيبروكيتنج موشن دي عباره عن ان هو هيلف في اتجاه 150 درجه وبعد كده يرجع 30 درجه للاتجاه المعاكس، تمام. ف they work in reciprocating motion and incomplete rotation which give us some benefits but there are some fears of screwing effect and debris being pushed apical. يعني بخاف من ان يحصل عندي screwing effect نتيجه الحركه العكسيه دي، وممكن يحصل عندي ان الدبرز يحصل لها بوشنج في الابيكال سيرت، فبخاف يعني في الريسيبروكيتنج موشن من كده. لكن هو نوع كويس جدا وفي دكاتره يعني بتشتغل بيه وكده. هنخش بقى على السيستم اللي بعد كده، وهو الريفو اس والبروتيبر نيكست، تمام. دول فيهم خاصيه مميزه جدا، ان هم عندهم اكسنتريك روتيشن، بيلفوا في اكسنتريك، يعني ما بيلفوش في سنتر اوف روتيشن واحد، لا في كذا سنتر اوف روتيشن، اسيمتريك روتاري موشن، تمام. وبيميزهم قوي حاجه اسمها سنيك موفمنت. سنيك موفمنت اللي هو بيتحرك زي السنيك كده اهو، تمام. وده بيقلل السكروينج افكت وبيديني مساحه للاسكيب بتاع الدبريز. نيجي للفايلين اللي بعد كده، وهما الاكس بي اندو شيبر والاكس بي اندو فينيشر. ودول بيتميزوا بان هما بيتحركوا بحاجه اسمها اكسباندنج موفمنت، يعني بيتحركوا، هنشوف في الفيديو كده الفايل العادي بيلف حوالين محوره كده اهو، لا دول بيلفوا اكسباندنج موفمنت، تمام. طيب والفايل ده بيتحرك بيديني مساحه للدبرز ان هي تطلع، وكمان بينظف اماكن في القنوات صعب ان الفايل الروتري العادي يوصل لها، تمام. وبيشتغلوا طبعا بهاي سبيدز اكتر من 1000، يعني ممكن 1200 1500 كده يعني، تمام. في الاخر عايزين نعمل مقارنه سريعه كده بين الروتري نايت اي فايل والمانيوال ستانلس ستيل فايل. الروتري احنا قلنا بيتميز بخاصيتين مهمين جدا مش موجودين في المانيوال ستانلس ستيل فايل. الخاصيه الاولى اللي هي الشيب ميموري، والخاصيه الثانيه اللي هي السوبر الاستيستي. يعني عندنا الفايل ده فليكسبل، فايل الروتري فليكسبل، انما المانيوال ليس فليكسبل. الروتري فيه شيب ميموري وسوبر الاستيستي، المانيوال ما فيش لا شيب ميموري ولا سوبر الاستيستي.
الروتري بيتميز بلو مودولس اوف الاستيستي، المانيوال فيه هاي مودولس اوف الاستيستي. الروتري ما بيدينيش ساين اوف فاتيك بيفور فراكشن، يعني الفايل بيتكسر كده من غير اي سابق علامات انذار ولا اي حاجه. انما في المانيوال فايل لا، ده فيه ساينز اوف فراكشن، تلاقي الفلوس بتاعت الفايل حصل لها انويندنج او فكت من بعضها كده، فبعرف ان الفايل ساعتها محتاج يتعمل له ديسكاردي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبكم ان انتوا تدعمونا بلايك وتعملوا كومنت حلو كده تقولوا ارائكم فيها. واهم حاجه في نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.